هلا بنات، اليوم حابة أسوي بيتزا بصدر الدجاج. أنا قطعت الدجاج وحضرته وحضرت التتبيلة عبارة عن لبن وثوم وماجي وراشي وشوية بهارات كاري، وخبطتهن سوا حتى أخلي الدجاج بالتتبيلة. بنات أنا هسه دمجت صدر الدجاج ويا اللبن، أخليه لمدة ساعة ساعتين أو 3 ساعات يتبل زيادة. كل ما يتبل أكثر كل ما يطلع طعم أكثر طيب. بنات أنا هنا حضرت الصلصة مال البيتزا. الصلصة عبارة عن معجون خاشوقة وفلفلاية خضراء وحدة، طماطية وحدة، وبصل راس واحد. خلطتهم بهاي المكرمة مالت البيت، خلطتهم سوا، وجيت شوي حطيت زيت عليهن وخليتهم على النار يصيرون سوا شوي فد 5 دقايق. وبعدين أخليها على فوق العجينة. بنات أنا هنا خلصت صدر الدجاج، قليته وخلصته. بنات أنا خلصت الحشوة تقريبا، خلصت صدر الدجاج والصلصة والعجينة. هسه أبدي أحشيها. بنات أنا تقريبا خلصت تحشاء البيتزا، بقى بس أشويها. خلصت البيتزا أتمنى تعجبكم طريقتي البسيطة، وشكرا.